السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين يا شباب؟ رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام، وسلم تسليما كثيرا. رب زدني علما وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. النهارده هنشرح مع بعضنا زمن المضارع التام، من الأزمنة اللي دسمة وفيها نوتس كتير. تمام؟ فعايزك تركز معايا في اول الحصه كده، لان ان شاء الله احنا مش مفوتين ملحوظه في شرح الزمن دوت. تمام؟ انا مش طالع اقول لك الزمن دوت بيتكون من ايه وبنستخدمه ايه بنسأل فيه ازاي وبنبني المجهول ازاي والكلام ده كله. لا، ده انا طالع اقول لك بالتفاصيل والكلمات الدالة، والكلمات الدالة بتيجي في انهي مكان بالظبط، وازاي بنستخدم فور وسنز. مش جايبين يعني مش مفوتين اي ملحوظة باذن الله نهائي. انت هتخرج من الحصة ديت الزمن دوت او الحصة ديت كده تحطها في جيبك، مش هتسمع ما اعتقدش انك تسمع اي ملحوظ تاني. كلام جميل؟ متفقين؟ نبدأ المحاضرة، نبدأ الحصة. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. يلا بينا. اولا، الزمن ده بنستخدمه في ايه؟ انا بستخدم المضارع التام لما اكون عايز اقول حاجة لسه خلصانه حالا، يعني لسه دلوقتي حالا الحاجه دي خلصانه. تمام؟ لما تيجي مثلا انت تكون كلت، تمام، ورايح الايه رايح عند حد وكده، فيجي يقول لك معلش اعزمك على الغداء، او يقدم لك تقول له والله انا لسه دلوقتي حالا ما فيش يعني من نص ساعه او ساعه لسه والله واكل مش هقدر انك. الحدث اللي انت بتقوله ده في المضارع التام. تمام؟ او حد يعزمك على مشروب وتقول له والله انا لسه شارب قهوه، لسه شارب شاي، لسه مش عارف ايه، وفعلا انت بتبقى عملت كده. ف اللي انت بتقول عليه دوت مضارع تام، حاجه لسه خلصانه دلوقتي حالا، حاجه بقالهاش فتره قصيره جدا وخلصت. تمام؟ وبستخدمه في ايه تاني؟ بستخدمه في حاجه حصلت في الماضي ولكن لسه ليها تاثير في المستقبل. يعني ايه؟ يعني مثلا انا مثلا معايا عربيه وغسلت العربيه ديت، تمام، وبعد ما غسلت العربيه ديت فالحاضر دلوقتي ان العربيه نظيفه. تمام؟ فانا عايز اقول ان العربيه دلوقتي انا غسلتها، ولكن هي اثر النظافه ظهر على العربيه ديت امتى؟ الان، دلوقتي. فبستخدم المضارع التام لما تكون حاجه حصلت في الماضي ولكن لسه اثرها موجود لغايه دلوقتي، لحد الان، لحد اللحظه اللي انت بتتكلم فيها. تمام؟ فدي من اشهر استخدامات المضارع التام. طيب، حدث كان مستمر فترة في الماضي ولحد الآن هو مستمر، بستخدم المضارع التام. حدث لسه خلصان دلوقتي حالا زي ما قلت لك، بستخدم المضارع التام. حدث انتهى وما زال له أثر في الماضي، فبستخدم برضو المضارع التام. طيب، عرفنا بنستخدم المضارع التام. طبعا احنا استخدامات المضارع التام متعددة وكتير، تمام، ولكن حصرنا أشهر الاستخدامات بتاعته بقدر الإمكان، اللي هم الثلاث استخدامات دول. تمام؟ طيب، المضارع التام بيتكون من ايه؟ المضارع التام بكل بساطة كده بيتكون من الفاعل وبيجي بعديه هاز او هاف. كلام جميل؟ طب يعني ايه بيجي بعديه هاز او هاف؟ احنا الفعل المساعد اللي هو فعل يملك اللي هو بتاع هاز وهاف خدناه هنا في المضارع التام. طيب، هاز وهاف سريعا كده، احنا عندنا هاز وعندنا هاف. هي هاز بتيجي مع ايه وهاف بتيجي مع ايه؟ هاف بتيجي مع اي لما اتكلم عن الانا فاختار هاف. طيب، وايه كمان؟ ووي وزي. ووي اللي هي نحن لما اتكلم عننا نحن، وذي لما اقول هم، ويو انت بمعنى انت برضو بتيجي مع هاف. يبقى كل دوت بياخد هاف. لو الجملة عندي بتعبر، لو انا هتكلم عن نفسي فاقول I have او we have نحن، او they have هم، او you have انت. طيب، كلام جميل قوي. طب has بتيجي مع مين؟ قال لي has بتيجي مع المفرد اللي هو she هي، he it he اللي هي هو، it اللي هي هو او هي لغير العاقل، او هي لغير عاقل.
فالثلاث ضمائر دول بياخدوا ايه؟ بياخدوا هاز. فانا كاتب لك باختصار هنا ان الفاعل ايا كان، اذا كان شي او هي ويت او اي وي او يو او ذي، فالفاعل بشكل عام بياخد هاز، هياخد هاز او هاف على حسب الفاعل، وبيجي بعده الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. تاني ونقول تاني ونكرر ان احنا في الانجليزي عندنا الفعل بيتصرف لثلاث تصريفات، فاحنا عندنا المصدر، وعندنا التصريف الثاني اللي هو بنستخدمه في الماضي البسيط، وعندنا التصريف الثالث اللي بنستخدمه في المضارع التام وغيره من الازمنه. طيب التصريف الثالث دوت بنستخدمه هنا في المضارع التام غالبا علشان تحول جمله من التصريف او فعل من المصدر بنزود له اي دي، ولكن احنا كلنا عندنا قاعده بنمشي عليها، تمام، علشان ما تتطرقش في شرح القاعده ديت انك تصرف الافعال ازاي، تمام، او ما ياخدش هياخد مننا وقت، فعايزين على قد الامكان ان احنا نشرح الدرس المطلوب مننا فقط. كلام جميل، كلام جميل. ولو عايزيني اشرح القاعده اللي احنا بنمشي عليها في تصريف الافعال، حد يكتب لي في الكومنت واطلع اشرحها لوحدها علشان تقدر انك تصرف اي فعل. طيب كلام جميل. يبقى احنا قلنا فاعل وبيجي بعديه هاز او هاف، الفاعل وبيجي بعديه ايه؟ هاز او هاف. طيب كلام جميل قوي. عرفت بستخدمه امتى؟ ازاي ابني المجهول؟ ازاي ابني الفعل المجهول؟ قال لي ببساطه كده بتبدا بالمفعول. انا علشان ابني اي فعل اصلا في المجهول اخليه مبني للمجهول، يعني الفاعل مش موجود، تمام. طيب الفاعل مش موجود، هبدا الجمله بالمفعول بتاعي، بالمفعول بتاعي. لو مذاكر لغه عربيه المفعول في الجمله ببدا بالمفعول. لما اجي اقول لك مثلا سهله كده، انا عايز اقول لك انا لسه واكل حالا مثلا، فهقول لك ايه؟ اي بتاخد ايه؟ انا هتكلم في زمن المضارع التام لان انا هستخدم حدث لسه حصلان، فانا عايز اقول لك انا لسه دلوقتي حالا واكل، لسه واكل دلوقتي حالا، فهقول لك اي هاف. خدنا هاف لان هاف بتيجي مع، لان اي بتيجي معاها هاف، والباست بارتيسيبل eaten. ده التصريف الثالث، ده التصريف الثالث. كلام جميل، كلام جميل. طيب الى اخر الجمله. ده التكوين الاساسي، ده التكوين الاساسي بتاعي. طيب وليكن مثلا انا هقول لك عشان نكمل الجمله علشان نبنيها مع بعض للمجهول، مثلا 3 ساندوتش الاخر. اقول لك انا لسه واكل 3 سندوتشات دلوقتي حالا. طيب انا استخدمت زمن المضارع التام، كلام جميل قوي وجملتي ماشيه كويس جدا. طيب انا عايز دلوقتي ابنيها للمجهول، هبنيها ازاي للمجهول؟ قال لك تبدا بالمفعول، واي حاجه مبني للمجهول احنا بنبدا للمفعول غالبا. طيب فين المفعول هنا؟ هو ايه انا عملت ايه؟ انا الفاعل عملت ايه؟ انا كالمفعول. فين المفعول عندي؟ تقول لي المفعول I have eaten، انا اكلت 3 ساندوتش. ساندوتشز هي المفعول، الساندوتشات اللي وقع عليها الفعل، الساندوتشات هي اللي وقع عليها الفعل فهي المفعول، فهبدأ بيها، هبدأ بساندوتشز 3 ساندوتشز عشان انا كاتب 3 يبقى نبدأ بالجملة كلها 3 ساندوتشز. وبعد المفعول بيجي هاز او هاف، بيجي هاز او هاف. ساندوتش بتعبر عن ضمير ايه اصلا؟ ساندوتش دي حاجه غير عاقل، حاجه غير عاقل، فبتعبر عن الضمير ايه؟ ات. كلام جميل. فانا بقول 3 ساندوتشز، 3 ساندوتش وحاجه غير عاقل، فهقول هاز been past participle eating. ادي الفعل اهو سبته زي ما هو في التصريف الثالث، ولكن زودنا ايه؟ زودنا كلمه بن ورجعنا لكلمه هاز للساندوتش اللي هو المفعول، هو حاجه غير عاقل، تمام، فبياخد الضمير ات، وات بتيجي مع هاز فكتبنا هاز. ف 3 ساندوتشز هاز بين ايتن، احنا كلنا او اوكل 3 ساندوتشات، اوكل. طب مين اللي كان؟ ما هو الفعل ده مبني للمجهول، تمام، اوكل 3 ساندوتشات. كلام جميل قوي ده كده بكل بساطه. طيب
وده شرح عادي جدا ممكن اي حد يطلع يعني او اي مدرس قدير يعني او يعني في شروحات على اليوتيوب احنا بنطلع نشوفها كده بيتكلمنا عن النقطتين دول بس والدنيا تمام. ولكن بقى احنا هنتكلم بقى بالتفصيل، هنتكلم دلوقتي بقى نخش على الجد، نخش على ايه؟ على الجد. طبعا قبل ما نخش على الجد هقول لك ملحوظتين بسيطه جدا. هنا لما عايز اجي اسال في الفعل دوت بقدم الفعل المساعد على الفاعل. يعني ايه؟ يعني بعمل مقص كده، هبدا بهاف هنا طبعا او هاز لو كانت الجمله عندي هاز، كلام جميل. وبعد هاف او هاز ببدا بعد كده بيجي بعدها الفاعل، بعكس اذا كان اي او شي او هيد طبعا، تمام. وبكمل الجمله بتاعتي عادي بنفس التصريف الثالث، وبحط علامه الاستفهام، ودي بتبقى علامه استفهام سؤال بهل، سؤال بهل، كلام جميل. طب لو عايز اسال في الزمن ده باداه استفهام اللي هي كيف ومتى وها والى اخره، اي اداه استفهام اي اداه استفهام حضرتك هتحط لي اداه الاستفهام هنا قبله. بعد ما تعمل الحركه ديت هنحط اداه الاستفهام هنا، تمام. فتبقى اداه الاستفهام جايه بعدها هاف او هاز والفاعل، وبكمل جملتي عادي. طيب كلام جميل، كلام جميل. دول الملحوظتين اللي في الجنب دوت. خش بقى على التقيل. تعال. لكل زمن كلمات دالة، لكل زمن كلمات دالة. بشوف الكلمات دي بعرف ان ده الزمن، او غالبا بعرف ان دوت الزمن، تمام. طيب ايه الكلمات الدالة بتاعت الزمن بتاعنا المضارع التام الجميل دوت؟ already وجاست ونيفر، already وجاست ونيفر، already وجاست ونيفر، وايفر ويت وليتلي وريزنتلي how long so far up till now over through in the last in recent for since. كل دي كلمات الدالة عن الزمن بتاعي. نقولها تاني already وجاست ونيفر، already وجاست ونيفر، already وجاست ونيفر، ever wait ever wait ever wait، lately وريزنتلي lately وريزنتلي lately وريزنتلي مضارع تام. how long مضارع تام، how long بتيجي في المضارع التام ومش دايما في المضارع التام. احنا بنقول الكلمات دي غالبا بنسبة كبيرة بتيجي في الزمن. so far up till now so far up till now و over و through و in the last و in recent و for و since. كل الكلمات دي كلمات دالة بتدل على الزمن المضارع التام. طب تعالى بقى الملحوظات اللي عندي. خد بالك لما يديني في الاختيارات already تبقى عارف ان already بتيجي بين have او has، بين have او has. already معناها بالفعل وبتيجي بين has او have والباست participle. يعني موقعها هيبقى فين؟ لو رجعنا للمثال اللي احنا كتبناه هنا كده ادي have، لو جيت اكتب already بتبقى فين؟ بتبقى في المنطقة ديت كده، بتبقى في المنطقة ديت، تمام، بتبقى في المنطقة ديت. فاكتب already بين have او has والباست participle التصريف الثالث. فكده already في موقعها مظبوط. already بتيجي برضو في اخر الجملة، كلام جميل. يبقى already بتيجي بين have او has والباست participle التصريف الثالث بتيجي في المنطقة ديت كده. وكمان ممكن تيجي في اخر الجملة، ممكن تيجي في اخر الجملة بعد ما اكتب الجملة بتيجي already، بتيجي already. كلام جميل، كلام جميل. طيب just بتيجي بين has او have والباست participle. just مش زي already مرينا شويه. already ممكن تيجي بين have او has والباست participle وممكن تيجي في اخر الجمله. اما just بتيجي بين has او have والباست participle ما بتجيش في اخر الجمله. خد بالك ان just ما بتجيش في اخر الجمله، just ما بتجيش في اخر الجمله. just بتيجي بين has او have والباست participle بس. يعني just بتيجي في المنطقة ديت فقط. just تيجي في اخر الجملة لا. يعني ايه؟ يعني لو جاب لي سؤال والسؤال ده حاطط لي النقط في اخر الجملة وجايب لي just من ضمن الاختيارات فجاست غلط، مليون في المية غلط، تختارهاش. وجايب لي already من ضمن الاختيارات يبقى already هي اللي صح. فهمت الجزئية ديت؟ طيب never
never بتيجي للنفي وفي جمل المقارنة. never بتيجي للنفي وفي جمل المقارنة. درس جمل المقارنة ده درس من تالتة اعدادي اصلا او من تانية اعدادي على ما اتذكر. ف never والمقارنة في تانية ثانوي. never بتيجي بين has او have والpast participle وفي جمل المقارنة. never كذلك زي just هتيجي منطقتها فين؟ بين have او has، بين have او has وايه؟ والpast participle التصريف الثالث. كلام جميل. يبقى just هتيجي بين have او has والتصريف الثالث الpast participle. خد بالك عندي just ونيفر بيجوا بين has او have والpast participle، تمام؟ ما بيجوش في اخر الجمله. اللهم بلغت. already ممكن تيجي في اخر الجمله ولكن برضه بتيجي بين have او has والpast participle. خد بالك ان never بنستخدمها في النفي وفي جمل المقارنه. يعني ممكن يدينا في الاختيارات just و never فاسال طب دي نفي، الجمله دي نفي، طالما نفي يبقى never، لان هي اللي بستخدمها في النفي. never مشهوره جدا بالنفي. وفي جمل المقارنه اسال نفسي لو الاختيار في جمل مقارنه فبرضه هيبقى الاختيار الصحيح never، علشان هيديني يعني احتمال كبير ان هو يبقى عارف انك يعني مذاكر الحاجات ديت، بس هيديك اختيارات يوقعك فيها. طيب فعندي just بتيجي بين has او have والpast participle. never بتيجي نفس just بالظبط، ما بتجيش في اخر الجمله وبتيجي من has او have والpast participle، ولكن بتيجي في نفي وفي جمل مقارنه. وفي جمل المقارنه لو فاكرين جمل المقارنه نحط لها زي واخرها اي ار وذا ماست وذا مور وهكذا. تمام ده درس اصلا. طيب ايفر بقى ديت بقى الايه التوب واللي بستخدمها في حاجات كتير بصراحه. ايفر بتيجي في ايه؟ في السؤال. لو لقيت السؤال اصلا هو سؤال يعني اخره علامه استفهام، طالما اخره علامه استفهام يبقى سؤال، فبتيجي ايفر بتيجي مع التجارب الشخصيه، وده بيرجعنا لحته نقطه حفظ الكلمات. ففي التجارب الشخصيه بتيجي ايفر لما يكون واحد عامل تجارب شخصيه. طيب ايفر بتيجي في الجمل المنفيه بنوت، وبتيجي بعد صيغه التفضيل، وده من درس برضو المقارنه. ايفر بتيجي في سؤال، تجارب شخصيه، جمل منفيه بعد صيغه تفضيل. ايفر بتيجي في سؤال، ايفر بتيجي في السؤال يعني ايه؟ يعني الجمله اخرها علامه استفهام، تمام. وبتيجي في التجارب الشخصيه، وبتيجي في الجمل المنفيه بنط، وخد بالك من كلمه نط، احنا حددنا الجمل المنفيه بنط. طيب وبتيجي بعد صيغه التفضيل، طيب وصيغه التفضيل قلنا ده تبع درس المقارنه. طيب جمل منفيه بنط ممكن تلاقي جمله مش منفيه بحاجه غير نط، زي مثلا ممكن تلاقي جمله منفيه بنيفر، فاحنا هنا محددين الجمله منفيه بنط بكلمه نط. طيب يت بتيجي في النفي وفي الاستفهام، يعني بتيجي في النفي وفي الاستفهام، بتيجي كلمة يت في الاستفهام وفي النفي بنط او غير نط، بنط وغيرها. يبقى يت بتيجي في نفي واستفهام، يت بتيجي في النفي واستفهام، يت بتيجي في والاستفهام. طيب يت بتيجي في النفي وفي الاستفهام، والاستفهام بيبقى اللي هو اخره اللي هو اوله اداة استفهام. غالبا بنستخدم في النفي عندنا بقى بص ليتلي وريزنتلي، هما بيجوا في الاثبات والاستفهام، سؤال باستفهام. طيب بيجوا في الاثبات والاستفهام ليتلي وريزنتلي، يعني لما تلاقي جمله منفيه يعني ابعد عن ليتلي وريزنتلي، تمام. خد بالك ان ريزنتلي معناها حديثا،
وليتلي معناها مؤخرا. طيب ليتلي وريزنتلي اثبات واستفهام. ليتلي ريزنتلي اثبات واستفهام. ليتلي ريزنتلي اثبات واستفهام. غالبا ما نستخدم في النفي كلمة ليتلي. في النفي فقط غالبا ما بنستخدم كلمة ليتلي. يبقى ليتلي بتيجي معانا في الايه؟ في الغالب بتيجي في النفي، ولكن كأساس القاعدة هي بتيجي في الإثبات والاستفهام، وليتلي غالبا بنستخدمها في النفي. يعني لو لقيت جملة منفية ومديني اختيارات ليتلي وريزنتلي فطبعا أبعد عن ريزنتلي إطلاقا. طيب لأن ليتلي هي اللي غالبا ما بنستخدمها في النفي. كلام جميل. ليتلي ريزنتلي استفهام واثبات، استفهام واثبات، استفهام واثبات. ليتلي وريزنتلي استفهام واثبات. ليتلي غالبا بنستخدمها في النفي. ليتلي غالبا بنستخدمها في النفي. ليتلي غالبا بنستخدمها في النفي. طيب هاو لونج بنستخدم في الاستفهام. دي مش محتاجه حفظ. ليه؟ لان هو بيقول لك هاو لونج. هاو لونج هي هاو اصلا استفهام، فاستفهام هنستخدمه في ايه؟ في استفهام. هاو لونج بنستخدمها غالبا في الاستفهام، فاستفهام بنستخدمه في استفهام، فمش هطول فيها كتير. so far و up till now. so far و up till now. so far و up till now بنستخدمها في اثبات والنفي. so far و up till now بنستخدمها في الاثبات والنفي. خد بالك بقى انا عندي كام كلمه ممكن استخدمها في النفي لحد دلوقتي. انا عندي so far و up till now وليتلي whatever اللي بتيجي مع not whenever. عندي شويه كلمات كده بستخدمه في النفي، زي never بستخدمها في النفي. ever ممكن استخدمها بالنفي بنوت اللي هي من الجمل المنفيه بنوت. lately بستخدمها في النفي. how long so far و up till now بستخدمها في النفي، ولكن so far و up till now بتستخدم في الإثبات والنفي. so far و up till now بتستخدم في الإثبات والنفي. so far up till now بنستخدمها في الإثبات والنفي. so far و up till now بنستخدمها في الإثبات والنفي. طيب وتركز لي قوي في النفي، تركز لي قوي في النفي، لأن احنا عندنا كلمات كتير بنقدر إن احنا ننفي بيها، وغالبا هو مش هيسألك في حتة النفي ديت لأن اللي بننفي بيه كذا كلمة، ولكن هيسألك في حاجات تانية، هيجيب لك جمل في إثبات وهكذا. تمام؟ ولكن تتحفظ طبعا. عندي بقى الكلمات شوية الحشو دول، احنا قلنا الزمن ده أصلا مليان حشو يعني رهيب. خد عندك بقى over و throughout و in the last و in recent و for. over throughout in the last in recent for. over throughout in the last in recent for. over throughout in the last in recent for. over احفظ over و throughout over و throughout over و throughout in the last in recent for in recent for over throughout in the last 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 in recent for بيجي بعدها المدة الزمنية over throughout in the last in recent for 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 بيجي بعدها المدة الزمنية. يعني بيجي بعدها المدة الزمنية كلها. تمام؟ يعني بيجي بعدها ممكن تقول لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين، المدة كلها. انت بدأت حاجة مثلا من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 7 بالليل. تمام؟ فهتحسب لي الساعات دي مثلا وليكن 12 ساعة. تمام؟ وهتقول لي بعد اوفر تكتب لي 12 ساعة، ما تجيبليش بداية الفترة، لا تجيب لي المدة
كلها. كلام جميل، كلام جميل قوي. overthrown in the last in resent for 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 بيجي بعدها المدة الزمنية، بيجي بعدها المدة الزمنية. since بقى اللي بيجي بعدها بداية الفترة الزمنية. since بيجي بعدها بداية الفترة الزمنية تاني. طيب عكس طبعا كل ده. طيب كلام جميل قوي. هنتوقف عند ملحوظتين مهمين جدا. ايه هما؟ since و for. since و for كان لهم رأيين مختلفين تماما. ايه هما؟ طيب خلينا دلوقتي في since. since معروف انها بيجي بعدها بداية الفترة الزمنية. خد بالك ان since بيجي بعدها بداية الفترة الزمنية. لو انت دلوقتي ذاكرت من ساعتين كلام جميل، لو انت بدأت المذاكرة من الساعة 4 لحد الساعة 6 كلام جميل، فلما تيجي تقول لي since فهتقول لي since o'clock for البداية بتاعتك كانت امتى؟ 4، يبقى تكتب لي بعد since البداية الفترة الساعة 4. طيب عكس فور بتكتب المدة كلها. طيب فهنا بيقول لي مثلا since 4 o'clock، طبعا ممكن تبقى 5 6 7 8 9 10 اي رقم او اي حاجة، اي بداية فترة. فالمهم انها بتيجي بعدها الفترة بداية الفترة الزمنية. بداية الفترة الزمنية since بيجي بعدها بداية الفترة الزمنية. طيب ركز بقى في اللي جاي. وسنز بيجي بعدها 2000، و2000 دي بداية فترة زمنية، يعني 2000 دي يعني بداية الفترة الزمنية إلى آخره بقى. تمام؟ دي كانت البداية مثلا اللي اشتغل فيها، فكانت بداية سنة 2000، ولكن احنا مثلا في 2024. تمام؟ طيب فيقول لي سنز 2000. طيب سنز يسترداي بقى، نركز بقى في اللي جاي ده. بيقول لي سنز هنا يسترداي. خد بالك يسترداي جت مع ايه؟ مع سينز. يسترداي جت مع سينز. يسترداي امس جت مع مين؟ مع سينز. سينز لاست ويك، لاست مانث، لاست يير. فلما اجي اقول سينز الاسبوع الماضي فاقول سينز لاست بس ما بيجيش قبل اي حاجه. سينز بعدها لاست ويك او لاست مانث او لاست يير، السنة اللي فاتت او الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات. since last week last month last year. هقول لك دلوقتي ملاحظات عليهم. since ابريل مايو اغسطس، خد بالك ان يجي بعدها ايه؟ شهور. خد بالك since يجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها ايه؟ شهور عادي جدا. since ابريل مايو اغسطس الى اخره. طيب since Monday Friday Sunday ايام الاسبوع. since يجي بعدها ايام اسبوع. since بيجي بعدها ايام اسبوع. طيب since كلمة زين مش زان، عشان ممكن يديني في الاختيارات زان بالايه، فطبعا غلط. since زين بالاي. since زين بيجي بعدها كلمة زين. since زين. طيب since spring winter summer صيف شتاء ربيع، كل الطقس ده كل اللي هو حالات الجو بتاعت الشهور فبتيجي مع since بيجي بعدها spring winter summer صيف الى اخره. تمام. since بيجي بعدها his arrival وعبارة رسمية. since بيجي بعدها his arrival وعبارة رسمية. since بيجي بعدها خد بالك بقى من the age of بتيجي بعد since the age of اللي هي العمر. طيب since بيجي بعدها the 1970 ودي حقب زمنية يعني 10 سنوات. الاس دي بتعبر عن 10 سنوات. since the 1970 وهتلاقي فيه اس صغيرة كده بعد الزيرو، فدي اسمها الحقب الزمنية. درس بسيط وسهل كده اسمعه. since ده كل اللي بيجي بعد since. خد بالك بقى
اتفقنا since بيجي بعدها بداية الفترة وملاحظات معينة. for بيجي بعدها الفترة كلها. for بيجي بعدها الفترة كلها. طيب for اصلا فممكن اقول for 6 hours فلمدة 6 ساعات، فدي الفترة كلها، ما جبتلكش بداية الوقت اللي انا بدأت فيه ال6 ساعات، جبت لك الفترة كلها. طيب for 6 hours for 3 years لمدة 3 سنوات، فجبت لك المدة كلها. كلام جميل جدا. خد بالك بقى for a server for for بيجي بعدها أداة النكرة أو آن أو آن. طيب فأقول for a server أو for a many أو for a 10. طبعا إذا كان week months year، خد بالك من أداة النكرة اللي بتيجي بعد for. خد بالك فوق the last ايه ده يختلف ايه عن اللي فوق؟ هنا احنا قلنا since last لكن هنا for the last. since the last week month year اذا كان اسبوع او شهر او سنة، لكن هنا قلنا for the last week month year نفس الكلام بالظبط، ولكن الاختلاف ان for جه بعدها زي جت مع فور. سينز ما جاش معاها زي، ما ينفعش اقول سينز ازاي، لا غلط. سينز بيجي معاها لاست على طول، لاست ويك لاست مانث لاست يير، اما فور بيجي بعدها زي لاست ويك زي لاست مانث زي لاست يير الى اخره. فور بيجي بعدها ايج لان عمر مضاف لها اس عكس فوق، عكس سينز يجي معاها ذا ايج اوف يعني بيتكلم عن العمر اللي بدأ فيه، تمام. ذا ايج اوف جه معاها زي ايج وكلمة وحرف الجر اوف، لكن هنا جت فور ايجز. طيب for a long time خد بالك أداة النكر طيب for a long time جت مع for، أو for a short time أداة النكرة for a short time لوقت قصير أو وقت طويل. for a while أداة النكرة a while أو decide أو century. كلام جميل. أداة النكر جت مع مين؟ جت مع for. طيب for as long as can remember long. for as long as can remember long. تمام. عرفنا الاختلافات، عرفنا ان for بيجي معاها أداة النكرة عكس since ما يجيش معاها أداة نكرة. كلام جميل. since بتيجي مع الشهور اللي هي الشهور ابريل مايو اغسطس يوليو، كل الشهور ديت وبتيجي مع ايام الاسبوع ماندي فرايدي ساندي الى اخره. اما فور ما بتجيش معاها شهور ولا ايام اسبوع. فور بتيجي التشابه هنا في فور ذا لاست، وهنا سينز لاست على طول، تمام. فده هنا فور بتاخد زي، لكن سينز ما بتاخدش زي، وفور بتاخد اداة نكرة، سينز ما بتاخدش اداة نكرة. فكنت بقول فور a long time لوقت طويل، او short time لوقت قصير، او while او decide او century او as long as او can remember long. كلام جميل. دي الملاحظات اللي هي بتاعت المضارع التام. لازم انك تحفظ كلمة since وفور. ملاحظات since فور ملاحظاتها انتهت، اما since لسه ما خلصتش، مكملة معانا ملحوظة صغيرة كده. خد بالك since كلمة بتيجي يا اما بيجي معاها فعل واحد في الجملة، يعني هي جملة واحدة فيها فعل، يا اما بتيجي في جملتين بفعلين، فعل هنا وفعل هنا. كلام جميل. طيب since لما تيجي فعل واحد الطبيعي بيبقى بعدها بداية الفترة الزمنية وقبلها المضارع التام.
يعني بيجي المضارع التام كده وبعد كده سينز وبعد كده بداية الفترة الزمنية بتاعتي وقبلها ايه؟ مضارع تام. دي بتكلم على ايه؟ بتكلم على جملة واحدة، جملة واحدة يعني في فاعل واحد مش جملتين، مفيش كوما، تمام؟ هي جملة واحدة. فسينز جه قبلها مضارع تام وبعدها عادي بداية الفترة الزمنية الطبيعي بتاعها، تمام؟ اللي هو ايا كان من هنا اذا كان بداية الفترة الزمنية او الى اخره. سينز ممكن تيجي في اول الكلام وبعدها بداية الفترة الزمنية او المضارع التام. سينز لو جبتها في الاول فهيجي بعدها بدايه الفتره الزمنيه وهيجي المضارع التام عادي جدا، وبتكلم في الجمله الواحده يعني فعل واحد اللي حصل. كلام جميل. طيب سينز بيجي لما تيجي بقى في فعلين. سينز لما يجي فعلين يعني ايه؟ يعني في جملتين عندي في الجمله. الجمله مكونه من فعلين. الجمله يعني جمله كوما جمله، جملة كوما جملة، فعل وفعل، حصل فعل هنا وفعل هنا، وسينز جاية وسينز جاية. طيب سينز هتعمل ايه بقى؟ سينز لو جاية في أول الكلام فبيجي بعدها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام. لو جاية في أول الجملة فبيجي بعدها ماضي بسيط وبعد الماضي البسيط مضارع تام. لو جايه في نص الجمله فبيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارع تام. بعدها ماضي بسيط يعني اختار الفعل في التصريف الثاني، اختار الفعل في التصريف الثاني. اما لو سينز ده في حاله ان في جملتين، سينز ربطت بين جملتين، فعل هنا وفعل هنا، فعل في المضارع التام وفعل تاني. الفعل التاني دوت هيبقى في الماضي البسيط اللي هو تبقى سينز جايه في النص بعدها ماضي بسيط. كلام جميل. طيب عايز انقلها هتنقل سينز بالماضي البسيط بتاعها، تمام؟ وبيجي بعدها مضارع تام، بيجي بعد الماضي البسيط مضارع تام. كلام جميل. طيب سينز في فعل واحد، سينز جه معاها فعل واحد، سينز جه معاها فعل واحد يبقى مضارع تام سينز بدايه الفتره الزمنيه بتاعتي عادي جدا. يا اما ابدا بسينز بدايه الفتره مضارع تام، ده كده في حاله الفعل الواحد. سينز جاي معاها فعلين، سينز جاي معاها فعلين يعني جملتين، جمله هنا وجمله هنا وهي ربطت ما بينهم، يبقى الجمله الاولانيه ديت مضارع تام. سينز بتيجي بعد المضارع التام وبيجي بعدها ماضي بسيط. ولو سينز جت في الاول برضو في الجملتين دول اللي هي فعلين فبتبقى سينز جاي بعدها ماضي بسيط وبعد الماضي البسيط مضارع تام. اتمنى تكون النقطة دي وصلت. وده ملخص موجز على المضارع التام. هنقول سريعا كده في اقل من 5 دقايق احنا عملنا ايه. المضارع التام بنستخدمه في ايه؟ حدث كان مستمر في الماضي ولحد دلوقتي لسه ليه اثر، او حدث لسه خلصان دلوقتي حالا، تمام؟ طيب التكوين بتاعه قلنا الفعل وبيجي بعديه هاز او هاف والباست بارتيسيبل او التصريف الثالث. علشان نبني الجمله مبني للمجهول في المضارع التام فبنبدا بالمفعول وبيجي بعديه هاز او هاف وبين وبيجي بعدهم الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. وقلنا خد بالك من الاسئله، لو كده كون سؤال فبجيب الفعل المساعد على الفعل، بقدم الفعل المساعد على الفعل اللي هو اذا كان هاف او هاز وبجيب الفعل بعديه وبكمل جملتي، وده سؤال اسمه سؤال بهل. طيب او سؤال باداه استفهام فنفس اللي انا عملته ده بسيبه زي ما هو وبجيب قبليهم اداه استفهام. تمام؟ كلام جميل. طيب قلنا الكلمات الداله وهي اريد وجاست ونيفر ودول بيجوا في منتصف الكلام، تمام؟ ما عدا اريد بتيجي في النص او في الاخر، مرينا معايا، تمام؟ ونيفر بستخدمها في النفي وفي جمل المقارنه. ايفر بتيجي غالبا بتيجي في الجمل المنفيه بنط وبعد صيغه التفضيل ومع التجارب الشخصيه والسؤال. طيب يت بتستخدم في النفي والاستفهام، يت بنستخدمها في النفي وفي الاستفهام، في النفي وفي الاستفهام اذا كان بنط او بغير نط.
ليتلي وريزنتلي مؤخرا وحديثا. ليتلي وريزنتلي بتيجي في الاثبات والاستفهام، ولكن غالبا ليتلي اللي هي مؤخرا بنستخدمها في النفي. هاو لونج بتستخدم في الاستفهام. so far و up till now تستخدم في الإثبات والنفي. so far و up till now تستخدم في الإثبات والنفي. قلنا over وثروت وإن ذا لاست وإن ريزنت وفور بيجي بعدها المدة الزمنية. over ثروت إن ذا لاست إن ريزنت وفور بيجي بعدها المدة الزمنية. وسينز بيجي بعدها بداية الفترة الزمنية. وطبعا عكسهم. وقلنا الملاحظات على سينز وفور ان سينز بيجي بعدها بدايه الفتره، وبيجي سينز الساعه 4 4 o'clock بدايه من الساعه 4، او سينز 2000 بدايه من سنه 2000، او سينز لاست داي او بدايه من الامس. وسينز بيجي معاها لاست ويك لاست مانث او لاست يير. تمام. ما بيجيش معاها كلمه ذي. سينز ما بيجيش معاها كلمه ذي مع لاست ويك، ولكن بيجي معاها ذي في حاجات تانية. خد بالك ان سينز بتيجي مع الشهور وبتيجي مع الايام الاسبوع وبتيجي مع كلمه ذين. تمام. مش ذان، مش ذان بالاي، مش بالاي. طب وخد بالك ان سينز بتيجي مع سبرينج وينتر سمر اللي هي الطقس بتاع السنه. وسينز بيجي بعدها هيز اريفال وعباره رسميه. سينز بيجي بعدها كلمه زي ايج اوف زي 1970 وحقب زمنية اللي هي لمدة 10 سنوات، اللي هي بتبقى لمدة 10 سنوات اسمها حقب زمنية. ودي الحالتين الوحيدة اللي بيجي معاهم زي مع سينز، اللي هي زي ايج اوف او زي 1970 اللي هي الحقب الزمنية. غير كده لا. وجينا عند فور، قلنا فور بيجي بعدها المدة الزمنية كلها، وقلنا فور بيجي بعدها زي 6 ساعات فور 3 years فور سيرفال أو ميني أو 10 ويك 10 أسابيع أو شهر ل10 شهور أو ل10 سنين. وفور بتاخد أداة النكرة بيجي معاها بشكل كبير عكس سنت. فور بيجي معاها ايجز ومضاف لها اس وبدون اوف، مش زي سينز خالص. كلام جميل. وبدون زي. طيب فور بيجي معاه along time long time short time لوقت قصير او لوقت طويل. فور بيجي معاها a while او a decade او a century. فور بيجي معاه as long as أو can remember long. كلام جميل. وفي الأخيرة قلنا إن سينز لما بيجي معاها فعل واحد فبيبقى المضارع التام قبلها وبعدها بداية الفترة الزمنية. سينز لو جت في الأول فبيبقى بعدها بداية الفترة الزمنية، وبعدها بعد الفترة الزمنية المضارع التام. وده بتكلم عن جملة واحدة وفعل واحد. طيب سينز لو جه معاها فعلين أو جملتين وهي رابطة ما بين جملتين، فعل حصل هنا وفعل حصل هنا، فلو جت في النص فبيجي بعدها، لو سينز جت في منتصف الجملة فبيجي بعدها ماضي بسيط وبيجي قبلها مضارع تام. لو سينز بدأت الجملة فبيجي بعدها ماضي بسيط وبعد الماضي البسيط مضارع تام. وده في حالة قلنا جملتين يعني فعلين. كلام جميل. ودي كانت نهاية الحصة. أتمنى إن شاء الله أكون قدرت أوصل لك المعلومة، وقدرت إن أنا ما أسيبش أي حاجة في الزمن ده نهائي. طبعا حضرتك تذاكر الدرس ده كويس، بعد ما تحفظ الكلمات هتلاقي نفسك بإذن الله بتحل أي سؤال بإذن الله. كلام جميل. دمتم في رعاية الله. وفي الختام يحلى الكلام. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. وده كانت نهاية الفيديو. استودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حمدي. سلام.